حابب اعتذر واقدم اعتذاري في الكام يوم اللي فاتوا عن التأخير اللي حصل بسبب المباراة الأخيرة للنادي الأهلي أمام نادي المصري البورسعيدي في الدوري لعدة أسباب هشرحها بعدين. الناس عايز أقول لكم والمتابعين إنكم وحشتوني جدا جدا، ولكن قبل ما أدخل في تفاصيل الحلقة اللي هتكون مليانة بالأحداث الكتير اليوم نبدأ الحلقة بتاعتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين من كل مكان، معكم محمد المصري من برنامج استاد المصري. حلقة اليوم حلقة تكون مليئة بالأحداث المثيرة والكثيرة، ولكن فضلا وليس أمرا قبل بداية الحلقة ما تنساش تعمل لايك وتسجل اشتراكك بالقناة لو أنت مش مشترك، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. لينك الفيسبوك عندك فوق الكومنت، تقدر تعمل اد أو فولو. صلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. في المباراة الأخيرة للنادي الأهلي في الدوري أمام فريق المصري البورسعيدي تعادل سلبي ما بين الفريقين، ولكن في عدة نقط أنا عايز أشرحها. أولا، حكم المباراة ابن محافظة الإسماعيلية اللي عمل تحجيم للنادي الأهلي خلال المباراة، اللي وقف اللاعب محمود متولي عن مباراة الزمالك القادمة بعد انتهاء المباراة رسميا بنداله انذار، يعني انذار من باب الهوا، مجاملة عشان ما يلعبش مباراة الزمالك. ولكن لعيبة النادي الأهلي ورجالة النادي الأهلي يقدروا يسدوا في أي وقت، سواء اللعيبة الاحتياطية أو الشباب الناشئ اللي لسه طالع. وهتكلم كمان عن إضاعة الفرص اللي بتتيح لعدد كبير من المهاجمين ومن الوينجرز بتوع النادي الأهلي، وشفنا فرصتين ضاعوا لحسين الشحات كان ممكن قفشه قبل ما يلعبها له يتصرف فيها تصرف احسن من كده، ولكن الشحات ما استغلش الفرصه كما يجب. وكانت في فرصه كمان لمحمد شريف، بغض النظر عن ان كان في تحجيم للنادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي حتى الان بيقدم اداء هو متوسط، ولكن من وجهه نظر الاهلاويه ومن وجهه نظري هو اداء سيء. مش ده اداء النادي الاهلي اللي تعودنا عليه في اخر فتره، ولا ده لعب النادي الاهلي. لسه عندنا باقي مباريات الدوري، انت حتى الان لم تستغل تعثر باقي المنافسين، ومش هتكلم على نادي واحد. عندك فيوتشر تعادل، بيراميدز تعادل، الزمالك تعادل. انت دورك انك تكسب. انت كده بتقول للمنافسين اللي معاك اتفضلوا الدوري، لمنظر بشوفه لثالث مره ولثالث سنه على التوالي. هل الدوري هيضيع بالشكل ده؟ مجلس الاداره فين؟ رئيس النادي؟ بصراحة أنا مليت، أقسم بالله العلي العظيم أنا مليت من مجلس إدارة النادي الأهلي. ليه لحد دلوقتي مفيش تدعيمات، مفيش صفقات؟ حق النادي ما بيجيش. داخلين في مجموعة نارية في دوري الأبطال، عندنا كمان أسبوعين كأس العالم للأندية، هنلعب بالمستوى الهزلي ده والله لا نخرج من أول ماتش. إن لم يتم الإعلان عن مهاجم قوي يستطيع حمل التيشيرت الأحمر للنادي الأهلي، يستطيع إنه يكون على قوة وشخصية النادي الأهلي ويقدر يشيل التيم، مش هتشوف لنا هوية في كأس العالم نهائي، ولا هتعرف تفوز على سياتل، لأن ما عرفتش تفوز كمان على أوكلاند سيتي اللي قبلها. وإن كل حلم لاعيبة النادي الأهلي دلوقتي إنها تواجه ريال مدريد. طيب أنت هتواجه مدرستين مختلفتين، عندك بطل أوكيانوسيا إلى حد ما بنسبة 90% النادي الأهلي بإذن الله قادر يتجاوزه، لكن هتقابل فريق من قارة أمريكا الشمالية، ومن تحديد الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي أمريكا. البدني بتاعهم عالي قوي. أنا دخلت شفت الفريق ده، شفت له ملخصات على اليوتيوب. فريق منظم جدا، فريق شرس في الهجوم، خط دفاعه متوازن. يمكن العيب الوحيد اللي عندهم الباك ليفت وحارس المرمى. دول النادي الأهلي يقدر يلعب عليهم بطريقة كويسة جدا، يقدر مارسيل كولر يستغل النقاط الضعف اللي عندهم. ولكن فريق محترم جدا، فريق منظم جدا، فريق قوي جدا. البدني بتاعهم ما شاء الله خلال ال 90 دقيقة بيقدروا يجروا ويجاروا الفريق الخصم. في مباراة مش هتكون بالهينة. هو أي نعم أول مرة يشارك في كأس العالم للأندية، ولكن مباراة مش هتكون سهلة نهائي. أنت رايح تقابل بطل قارة، مش بتلاعب فريق في الدوري أو فريق مثلا درجة تانية وقع معاك القرعة في الكاس. انت رايح كاس عالم بتلعب ابطال قارات، مش فلازم تكون وتقدر باذن الله عشان تتجاوز المحنه دي. انا اتمنى النادي الاهلي يكون في النهائي، لكن النادي الاهلي طريقه صعب. يا عم ده هيقابل اوكلاند اللي اي حد بيكسبها، والفريق اللي اول مره يصعد. وعشان النادي الاهلي يواجه ريال مدريد
والله بدون يا جماعه، بدون يعني مغالاه في الكلام، طريق الاهلي صعب عشان يقدر يواجه نادي بحجم ريال مدريد. وانا اتمنى وبحلم في يوم من الايام، وربك قادر على كل شيء، ان النادي الاهلي يرفع كاس العالم للانديه. ولكن بالاداء اللي بنشوفه ده مش متوقع ومش متفائل خير تماما. خلينا نتكلم بصراحه. هنيجي كمان لنادي الاسماعيلي اللي كل مره بيتزيل فيها جدول وترتيب الدوري. على الحسبه بسيطه، نادي الاسماعيلي ان لم ينتصر خلال 8 مباريات قادمه، او لو خسر 8 مباريات قادمه بدايه من الدور الثاني، رسميا هيكون نادي الاسماعيلي اول الهابطين للدرجه الثانيه. شفنا اللقطه اللي حصلت بجمهور النادي الاسماعيلي، وان في صفحات طلعت اتكلمت وقالت ان ربنا خد بحقنا بسبب الحكم. لكن احنا ما بنشمتش في حد. مش هناخد فريق كامل بيمثل محافظه، بيمثل جماهيريه كبيره من قاعده جماهير الكره المصريه، مش هناخد يعني ذنب تيم او مشجعين بسبب فرد هو اخطا وقاصد ان هو يخطئ. ولكن يعني هتقول لي طيب الحسنه بتخص والسيئه بتعم. هقول لك الكلام ده يعني هو في كره القدم لكن انت لو هتتكلم كجوه تيم واحد. لكن ده حكم مباراه، دور انه قاضي انه يجيب حق الفريقين. لكن هو ظلم فريق، هو ظلم النادي الاهلي، حجم المباراه، قفل عليك اللعب تماما. وانت برضه في نفس الوقت الفرص اللي جات لك ما قدرتش تستغلها. مش هنجيب اللوم على الحكم لوحده يا جماعه، فوقه يا لعيبه النادي الاهلي، فوقه يا اداره النادي الاهلي. محتاجين وينج يكون قوي قادر انه يقدر يعدي واحد على واحد، قادر انه يصنع فرص. محتاجين صانع العاب كويس قوي، ومحتاجين مهاجم شرس قوي هجام يقدر يخطف من نص فرصه ويكون قادر انه يحمل تيشيرت النادي الاهلي. نيجي لكاس مصر اليوم، بيراميدز ب 10 لاعبين بيفوز على نادي الزمالك بركلات الترجيح بنتيجه 4-3 بعدما اهدر احمد السيد زيزو وشيكابالا نادي الزمالك، عشان بيراميدز يصعد للمباراه النهائيه وينتظر الفائز في مباراة غد ما بين النادي الاهلي ونادي سموحه السكندري. وان شاء الله الفوز يكون حليف النادي الاهلي. ولكن النهارده انا ليا تعقبات، هتكلم واقول اللي ليا واللي عليا، هتكلم اللي يرضي ضميري كواحد بيتفرج على كوره، ماليش دعوه بالانتماء، ماليش دعوه بالتشجيع. ايا كان من الفرقتين، انت نازل عايز تكسب، عايز توصل للفاينل ماتش، عينك على اللقب. طيب نتكلم واحده بواحده. نادي الزمالك مين اللي كان بيلعب في مركز 6 النهارده؟ ها تقدروا تقولوا لي مين؟ بيلاعب رؤى والسيسي. يا راجل بالله عليك، باي عقل وباي منطق عايز تنزل تكسب ماتش مع احترامي ليهم وتلاعب الاثنين دول؟ انت شفت مين اللي بيلعب مركز 6 في نادي بيراميدز؟ طيب هو مركز 6 ايه متطلباته؟ اولا عشان الناس اللي حابه تعرف مركز 6 بتبقى متطلباته ايه. اول حاجه انه يقطع قطع الكره، ان هو يقطع الكور، قطع الكرات، دي حاجه رقم واحد. اتنين انه يكسب الالتحامات الهوائيه بنسبه 80%. انا بتكلم كل ديت مواصفات مركز 6. تلاتة قادر انه يسلم ويستلم ويغير ويحول وجهه الملعب بدقه تمرير سواء ارضيه او كور طوليه بنسبه 85%. أربعة قادر انه يحمي خط الظهر قبل وصول الخصم والارتداد على فريقك. الاربع حاجات دول متطلبات اساسيه بتكون في لاعب رقم 6 موجود في اي فريق. هل هي كانت موجوده في اللاعبين اللي ذكرت اسمهم في رؤى او في السيسي؟ هل انت نازل عايز تكسب تلعب بالاثنين دول قدام فريق بتقل بيراميدز وبتقل خط وسط نادي بيراميدز باللعيبه اللي كانت موجوده فيه؟ ده بالنسبه لفيريرا اللي في المباريات الاخيره ما انتصرش في ولا مباراه غير مباراه الاسماعيلي. الاسماعيلي اي حد بيكسبه، والله ما اقصد، مش بحفل او بقول كلام جارح، لكن دي الحقيقه. ما تحسبش مكسب الاسماعيلي، انت لو جبت دلوقتي اي فريق درجه تانية وقابل الاسماعيلي هيكسبه. ولكن انا بقيم نادي الزمالك، يعني انت خسرت من اسوان، اتعادلت وماتش بعدها وكسبت الاسماعيلي، وجيت اتعادلت مباراه او مباراتين، والنهارده بتتعادل مع بيراميدز وبتخرج بركلات الترجيح. فاعتقد المباراه الجايه لفيريرا في حاله فوز النادي الاهلي ولو بنتيجه 1-0، فيريرا طياره البرتغال بتاعت الساعه 7:30 هتكون مستنياه، وخد الكلام ده مني ثقه. طيب في حاجه من الاثنين، يا اما بدا يخرف في التشكيل، يا اما اللعيبه بتاعت الزمالك عايزه تمشيه. صدقني والله، ما هو دلوقتي في الكوره بقى في مثلا انا بفضل
حد عن حد، بحب حد عن حد سواء كمدرب او كلاعب. طيب انت دلوقتي بعيد عن مجال الكوره، لو انت دلوقتي ماسك اداري في اي مكان، مين اللي هينجحك؟ مش التيم بتاعك، مش الاستاف بتاعك، يا هيطلعك يا هينزلك، صح ولا لا؟ نفس الكلام برضو في الكوره، ودي حاجه من الاثنين اللي زي ما انا قلت، يا اما بدا يخرف في التشكيل، يا اما اللعيبه عايزه تمشيه وحطه تحت تاني حاجه انا قلتها ديت مليون خط. اتمنى بكره نرجع كمان للنادي الاهلي، بكره لعيبه النادي الاهلي تكون على قدر المسؤوليه، يكونوا رجال من حديد واقفين على ارض صلبه، ينزلوا يكشروا عن انيابهم. هجوم امام نادي سموحه شرس في اول ربع ساعه، تقدر تخطف هدف او اتنين، والنادي الاهلي قادر على ده باذن الله وبفضل الله، عشان يقدر يسيطر على المباراه تماما ويقتلها اكلينيكيا من اول ربع ساعه. ونيجي برضو زي ما ذكرت وقلت ان في حاله فوز النادي الاهلي هيكون في مواجهه نادي بيراميدز في النهائي، مباراه ليست بالسهله ابدا. جايمي باتشيكو من افضل المدربين اللي دخلوا مصر اخر 10 سنين، الراجل النهارده قفل الملعب على نادي الزمالك تماما، قدر ياخد اللي هو عايزه من المباراه ب10 لاعبين، بعدما تعرض عليه جبر لطرد غير مستحق. وكلنا شفنا الكره اللي سيف الجزيري ضرب احمد سامي فيها وهي فاول عليه، وجري وكمل بالكره، وعلي جبر اشترك معاه وحصل على كارت احمر، ولكن الكره في الاساس هي فاول لصالح نادي بيراميدز. فاتمنى من كل قلبي زي ما قلت لعيبه النادي الاهلي يكونوا على قلب راجل واحد، بكره يبدا يرجع الاهلي اللي احنا عارفينه، نبدا نشوف الاهلي من جديد، فريق شرس بتحولاته الهجوميه وبتمركز لاعبيه، وان التيم كله يكون على قلب راجل واحد ويساعدونا من تاني، لان الاهلي في الفتره الاخيره بيقدم مردود متوسط، مش هقول سيء ولكن هو من وجهه نظري ضعيف، مش هقول سيء ولكن مردود ضعيف. مش ده الاهلي اللي احنا عارفينه. الاهلي اللي انا عارفه، انت مش مطالب ان انت تكسب في كل الماتشات، ولكن العب، قدم، اعمل اللي عليك. حتى لو ما كسبتش انت عملت اللي عليك، رضيت نفسك ورضيت مدربك ورضيت ربك، وجمهورك كمان هيكون راضي عن ادائك، مش هيطلع ينتقدك. انا لحد الان في لعيبه في النادي الاهلي لا تصلح انها ترتدي تيشيرت النادي الاهلي، وكل الجمهور الاهلاوي عارف بكده. فامتى هيكون في تنظيف للاعيبه دي؟ الله اعلم. امتى الاداره هتكون قلبها على التيم قبل ما يكون في مصالح شخصيه؟ الله اعلم. لكن احنا جمهور النادي الاهلي دايما في ظهره، دايما بندعمه، وزي ما بيقولوا يعني جمهوره ده حماه. احنا دايما حماة النادي الاهلي، بنكون حائط صد قوي، ودايما بنكون في ظهر النادي وقت ما يحتاجنا النادي الاهلي. وزي ما بيقولوا النادي الاهلي معاه جماهير بيتسند بيها. وبكده بكون وصلت لنهايه الحلقه. لو عجبتك ما تنساش تعمل لايك وتسجل اشتراكك بالقناه لو انت مش مشترك، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولينك الفيسبوك عندك في اول كومنت تقدر تعمل اد او فولو. اشكركم والسلام عليكم، والى اللقاء في حلقه غد ان شاء الله. ولا تنسوا الدعم، كل الدعم لنادينا المفضل نادي القرن، النادي الاهلي.